احنا فرقه اسمها فرقه الاقزام للفنون الشعبيه. احنا بنقدم فكره للناس ان احنا قادرين باذن الله ان احنا نعمل اي حاجه، خصوصا الفنون الاستعراضيه. الفنون الاستعراضيه صعبه جدا، الناس العاديه ما بتعرفش تعملها، ساعات كده ما بتقدرش انها تاسسها او تقدر انها ترقصها، واحنا الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل الكلام ده. اغلبيه الناس بيستقلوا بينا جدا، ماشي، فهما ممكن يعني بيفكروا ان الاسريين دولت ما يعرفوش يعملوا حاجه في حياتهم. لا، احنا نثبت لكم ان احنا عندنا القدره ان احنا نقدر نعمل كل حاجه اكتر من الناس الطويله اللي بتعملها. الفرقه بتقدم 7 رقصات، كلهم فنون شعبيه، رقصة النوبة ورقصة الاسكندراني ورقصة الصعيدي، وفاصل بيعملوا الفنان رضا، ومعانا كمان رقصة الشمعدان ورقصة الغوازي، والرقصة بقى الجميلة بقى اللي هي بشرة خير. هتبقى فرقة أقزام بس، فدي الفريدة من نوعها يعني في مصر، محدش عملها قبل كده إلا احنا، فهي دي الفكرة يعني. دي أول فرقة مصرية أو أول فرقة في العالم العربي عامة فنون شعبية كأقزام. احنا أول فرقة فبنوري الناس، يعني بنوري عشان احنا أول أقزام، محدش واخد باله مننا خالص، محدش شايفنا، محدش يعني واخد باله مننا، فاحنا عملنا كده عشان نوريهم احنا ايه. صاحب فرقة وفكرة فرقة الأقزام للفنون الشعبية. الفكرة جات لي من حوالي 5 سنين على أساس إن احنا عايزين نعمل حاجة بالنسبة للأقزام، زي ما ناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف جنب ذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام وقصار القامة. فربنا وفقني أنا والدكتور عبد الفتاح نعيم في هذا الفكرة، ونفذنا الفكرة من حوالي 8 شهور، والحمد لله الوقت الفرقة بدأت تشتغل وبدأت الناس تشوفها ومنطلقين إن شاء الله، وهم عندهم حتة تحدي جامدة جدا جدا. طيب بندعي لهم ان ربنا يوفقهم ونستمتع بيهم اكتر واكتر، لان نجوم الغنى في مصر ممنوعين من احياء حفلات غنائيه في شم النسيم لدواعي امنيه، بعد ما تم الغاء حفلات كتير كان تم الاعلان عنها واختيار اماكنها من اسابيع